السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. مرحبا بكم في قناتي وصفات لبنى. اليوم غادي جيت نشارك معاكم كما كتشوفوا هاد الصابلي هادي كتجي زوينه بزاف، اللي كتمزج ما بين الحلاوه والمالح، والطريقه ديالها سهله بزاف، كتوجد دغيا، وحتى المقادير ديالها راه ما فيهاش بزاف المقادير. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. بالنسبه للمقادير، انا هنا كنحتاج 150 غرام ديال الزبده، اما زبده حيوانيه اما الزبده ديال البواطه. وهنا كما كتشوفوا عندي نص كاس ديال السكر كلاصي. هنا عندي 50 غرام ديال اللوز. هاد اللوز هذا خديته من عند مول الزريعه اللي كيكون محمر، هرمشته. وكنحتاج واحد 3 ديال الفرميجات والطحين. بالنسبه للطحين على حسب الخليط. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نبداو، غادي نشدو ديك الزبده، غنزيدو معها قبيصه ديال الملح، وغادي نزيدو معها نص كاس ديال السكر كلاصي. بالنسبه للمقادير غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف. هنا غادي نبدا نخلط مزيان ديك الزبده مع السكر كلاصي. هنا كنخدم ديك الزبده مزيان مع السكر كلاصي حتى كتذوب ليا ديك الزبده. ودابا غادي نزيد ديك 3 ديال الفرماجات وغادي نخدمهم حتى هما مزيان. دابا غادي نزيد داك اللوز اللي مهرمش. ضروري ديروا هاد اللوز هذا اللي كيتباع عند مول الزريعه، هذا هو اللي كيعطيها ديك البنه لهاد الصابلي. كما قلت لكم راه مخلط ما بين الحلاوه والمالح. الصراحه كتجي بنينه هاد الحلوه. صافي كنبدا نخلط مزيان داك المقادير. دابا هنا غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. كما كتشوفوا كنبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنجمع العجينه. كما قلت لكم بقيت كنزيد الطحين بشويه بشويه حتى تجمعات ليا. خاص العجينه ما تجيكمش قاصحه، خاصها تجي شويه مرخوفه. صافي هنايا شديتها لويتها في السلوفان ودخلتها للثلاجه، خليتها تقريبا نص ساعه حتى بردات ليا. عاد خرجتها. هنا كندير واحد جوج بلاستيكات اللي غادي نطلق فيهم هاد العجينه. ضروري كناخدو جوج بلاستيكات باش كنطلقوا العجينه ديالنا، لحقاش الا درناها فوق البوطاجي غادي تلصق ليكم. هنايا غادي نبداو نطلقوها بالثلاك. ضروري تكون السمك ديالها يكون شويه غليظ، لحقاش ما غاديش نلصقوا وحده على وحده وما فيهاش الخميره، يعني ضروري نديروها شويه غليظه. راه العجينه كتجي زوينه بزاف، يعني دغيا كتطلق ليكم، ما كتعذبكم ما حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا هانتوما كنطلقها بالثلاك. ما بغيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا يعني كيف هانتوما كندير بالثلاك، يعني دغيا كتطلق. صافي كنحاول نقادها باش ما تجينيش جهه غليظه وجهه رقيقه. راه كما كتشوفوا انا راه ما رققتهاش بزاف، راه خليتها غليظه. صافي كناخذوا هذا المرشم هذا راه كيتباع عند مولين الحلويات. انا هذا خديته ب8 دراهم.
ضروري انكم ديروه في الطحين. الا ما درتوش في الطحين راه العجينه ديالكم غادي تلصق في المرشم. ضروري تفندوه في الطحين عاد كترشموا، يعني ما تخافوا من حتى حاجه. يعني كما كتشوفوا كندير في الطحين، كنفندو في الطحين عاد كنرشم به. هنا عاوتاني دزت خديت الكرة الثانية، عاوتاني كيف ما كتشوفوا طلقتها حتى هي كيكون السمك ديالها غليظ. وهنا غادي ناخذ واحد الموس ولا اي حاجه باله صغيره، المهم تبداو تهزوها. ضروري باش تعاونكم باش تجيكم سهله. راه كما كتشوفوا دغيا كتهز، ولكن ضروري ديروها بالموس ولا ديروها بشي باله باش تجيكم ساهله في الهزه. صافي كيف ما شفتوا انا راه ساليت العجينه ديالي كامله، وهنايا درتها في اللاطه. بالنسبه للفران رانا درتو كيسخن، والعافيه تكون مهيله، يعني ما تكونش العافيه مجهده، تكون مهيله حتى كطيب لكم صابلي. هنا صابلي من بعد ما خرجتها في الفران كما كتشوفوا كيجي اللوين ديالها زوين بزاف، كيجي مذهب كيف ما كتشوفوا. خاصكم ضروري تكون البوطه العافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف، وطيبوها على الخاطر. كتجي زوينه بزاف، تقدروا كاع ما تزينوها، تقدروا تخليوها غير هكا تاكلوها غير هكا، كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للتزيين هنا خديت الشكلاط ذوبتو في حمام مريم، درت له واحد القطرات ديال الزيت، شويه ديال الزيت تقريبا شي معلقه ديال الزيت، وذوبتو في حمام مريم. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نبدا نغطس دوك صابلي في الشكلاط، ونبدا نحطهم هكا يبردوا. غندخلهم الثلاجه حتى كتبرد ليا مزيان وتشد راسها. عاد هذيك الساعه كنديرها في البواطه وكندخلها للفريغو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي شاركت معكم، اللي كتمزج ما بين المالح والحلاوه، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، والى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بلايكات ديالكم، ونتلاقاو شي فيديو جديد.